حط شخص في بالك واكتب في الكومنتات انوي ان استقبل الطاقة، واختار مجموعة من المجموعتين. المجموعة الاولى الحجر الموف، المجموعة التانية الحجر الاصفر. مصير العلاقة بينك وبين حبيبك ايه؟ مصير العلاقة بينك وبين حبيبك. يلا اللي اختار الحجر الموف، مصير علاقتك بحبيبك هيكون عامل ازاي؟ والله انا شايفة ان مصير العلاقة ما بينكم، الشخص ده انت امنية من امنياته، والشخص ده بيحلم بيك وانت امنيته اللي هو نفسه يحققها. ولكن واضح لي ان الانسان ده سلبي جدا، كل ما بيجي يفكر في مستقبل العلاقة يعني بيبكي وبيحزن جدا، ممكن بيخاف. شايفاه يعني في الوقت الحالي مش واخد العلاقة على محمل جد، او ان هو يحصل ارتباط رسمي ما بينكم او جواز. وده بسبب ان هو شايف ان انت وضعك المادي احسن من وضعه، وان هو مش هيقدر يتكفل بيك ماديا او يصرف عليك. شايفاه يعني بيحبك، عنده انجذاب جسدي اتجاهك، ولكن مش عايز يتحرك لانه حاسس ان الظروف هتبقى اقوى منه، ومستسلم جدا ويائس للظروف. ده اللي اختار الحجر الموف. طيب اللي اختار الحجر الاصفر، مصير ممكن العلاقة دي يكون فيها طرف تالت، وهو متمسك بالطرف التالت عشان ماديات. طيب اللي اختار الحجر الاصفر، مصير علاقتك بحبيبك. اللي اختار الحجر الاصفر، مصير علاقتك بحبيبك ايه؟ طيب اللي اختار الحجر الاصفر، ممكن الشخص ده يعني مصير علاقتك بيه، الشخص ده ممكن راسم على جواز ولكن مش محدد المدة، ممكن عايز يخطبك او يرتبط بيك بشكل رسمي، ولكن سايب المدة مفتوحة شوية. هو ملاحظ ان انت اتغيرت عليه ومشاعرك اتغيرت، شايفك احلويت جدا خاصة لو بنت. بقى شكلك احلى، بقيتي مهتمة بنفسك اكتر، حاسس ان انتي بدأتي تخرجي من تحت سيطرته من بين ايديه. متوتر جدا وخايف يخسرك. ممكن قبل كده يعني حاول انه يخلي العلاقة دي صداقة، ولكن فشل بسبب انجذابه الجسدي القوي اتجاهك اللي هو ما قدرش يقاومه. جرب مرة يتساهل معاكي او انه يتعامل ان هو مش جد في العلاقة دي، ان هو هيخسرك، فاضطر ان هو لازم، عارف ان هو لازم يقدم تضحية عشان العلاقة دي تستمر وعشان تفضلي موجودة في حياته. وشايف ان انتي طاقتك طاقة شفائية عالية، وان نفسيته بتكون مرتاحة وهو معاكي، فعشان كده يعني قرر ان هو يضحي وياخد خطوة لمستقبل العلاقة. شايفة ان ممكن يعني في نهاية السنة دي ياخد خطوة للزواج والترسيم. اللي اختار الحجر الاصفر.